السلام عليكم. في هذا اللقاء معكم سوف نحاول مرة أخرى أن نفهم أو نحاول أن نفهم كيف خلقنا من طين. كيف تحول هذا الطين إلى جسد ينبض بالحياة، إلى عقل يفكر وقلب ينبض وجسد يتحرك. هل خرجنا من الأرض كما يخرج النبات؟ أم أن الإنسان نزل من السماء كما تقول الروايات؟ في هذا الفيديو سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة بلغة بسيطة وواضحة، وبالرجوع دائما إلى ما يقوله القرآن والعلم الحديث. إخواني الكرام، عندما يتحدث القرآن عن خلق الإنسان فهو يتحدث عن أطوار ومراحل مر منها قبل أن يصير كائنا حيا، فيقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. السلالة تعني الخلاصة أو الخلاصة المستخرجة من الشيء، مما يعني أن خلق الإنسان لم يكن من التراب الخام فقط، بل من مستخلص مركب من عناصر الأرض. ويفصل القرآن أكثر عن نوع هذا الطين أو كيف هو، فيقول: إنا خلقناهم من طين لازب، أي الطين المتماسك. ثم يستمر في سرد مراحل الخلق فيقول: من حمأ مسنون، أي الطين الذي تغير وتخمر وأصبح له رائحة بفعل نشاط البكتيريا وتحلل المواد العضوية فيه. ثم يقول تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، أي أن هذا الطين جف حتى صار له صوت ورنين. فكأن الله تعالى من خلال ذكر هذه المراحل فهو يحدثنا عن مراحل طبيعية متدرجة تمر بها المواد العضوية المختلطة بالطين. فهذه المراحل ليست مجرد أوصاف إنشائية أو بلاغية، بل مراحل حقيقية لحدوث التفاعلات الكيميائية والبيولوجية في الطين بحسب ما يقوله العلم. فالعلم يقول أن الحياة على الأرض بدأت من الطين، والعلماء يتحدثون عن ما يسمى بالحساء البدائي أو الحساء الطيني، وهو مزيج من الماء والمعادن والمواد العضوية المتجمعة في مستنقعات طينية. في هذا الوسط الغني بالمواد بدأت الجزيئات تتفاعل وتشكل اللبنات الأولى للحياة، مثل الأحماض الأمينية والبروتينات. التجارب المخبرية أثبتت أن الطين ليس مجرد بيئة خاملة، بل يساعد في تنظيم وتثبيت الجزيئات العضوية ويسرع من تفاعلها لتكوين خلايا أولية. بمعنى آخر، الطين كان له دور فعال في ظهور أول خلية حية. ومن هنا نفهم قوله تعالى: خلقنا الإنسان من طين. وهذا ليس تعبير مجازي، بل وصف دقيق لبداية الحياة. وهكذا بعد أن مر الطين بمراحله من طين لازب إلى حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار، تهيأت الظروف لنشوء الحياة، فظهرت أول خلية حية، وهي ليست خلية حيوانية عشوائية، ظهرت خلية خاصة تحمل الشفرة الوراثية التي تميز النوع البشري عن غيره. وهذا يقطع الطريق عن من يقول أن الإنسان تطور من كائنات أخرى كالقردة، كما في النظرية الداروينية الكلاسيكية. فالقرآن لم يربط الإنسان بمخلوق سابق له، بل ربطه مباشرة بالأرض والطين. ثم يأتي القرآن ليشير إلى التحول الأكبر ويقول: والله أنبتكم من الأرض نباتا. لاحظ هنا، لم يقل خلقكم بل أنبتكم، وهي صيغة دقيقة جدا. فكما ينمو النبات تدريجيا من التربة، كذلك خرج الإنسان من الأرض عبر مراحل من التكوين حتى أصبح كائنا حيا كاملا. ويقول أيضا: منها خلقناكم
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والخروج هنا يشبه خروج الدود من اللحم المتحلل تماما، كما أن الدود ليس مخلوقا من خارج اللحم بل ناتج عن تحلل مكوناته وتفاعلها. كذلك الإنسان لم يستورد من عالم آخر بل خرج من نفس المادة الأرضية بعد أن تطورت وتفاعلت. وهكذا بعد مراحل الطين والحمأ المسنون ظهرت الخلية الحية، ثم بدأت تتكاثر وتتطور عبر آلاف السنين حتى خرج الإنسان من باطن الأرض جماعات من ذكر وأنثى. وهنا نلاحظ أن القرآن لم يقل أن الله خلق إنسانا واحدا فقط اسمه آدم، بل قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقال ثم أنتم بشر تنتشرون، أي أن الخروج كان جماعيا. وفي موضع آخر يقول تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، ولم يقل من ذكر واحد اسمه آدم وأنثى واحدة اسمها حواء، بل من جنس الذكر والأنثى، أي أن الأصل البشري نشأ من مجموعات بشرية لا من شخصين فقط. العلم اليوم يؤكد هذا، ولهذا أصر على القول بأن فهم قصة خلق الإنسان لا يمكن فهمها إلا على ضوء ما يقوله العلم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فعلم الوراثة يخبرنا أن أصل الإنسان العاقل لم يكن من شخص واحد بل من مجموعة بشرية صغيرة عاشت في إفريقيا منذ نحو 200,000 سنة، يسمونهم السكان المؤسسين، وهم العشرات أو المئات الذين تزاوجوا فيما بينهم وبدأوا الانتشار في الأرض. أما آدم في القرآن فهو ليس أول بشر، بل هو صفة لأول جنس بشري واعي يمثل بداية مرحلة جديدة، مرحلة النفخ في الروح التي أعطتنا الوعي، التكليف والمسؤولية الأخلاقية، كما في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه النفخة ليست مادة روحية غامضة، بل هي رمزاً للتطور العقلي، الوعي، اللغة والقدرة على التمييز، وهي ما يفصل الإنسان عن باقي الكائنات الحية. وأنا أعتبرها تلك الحلقة المفقودة التي يتحدث عنها علماء الإنثروبولوجيا، التي جعلت الإنسان يرتقي من مجرد كائن بيولوجي إلى كائن واعي يفكر. إذن خلق الإنسان لم يكن حدثاً فجائياً ولا خرافة تراثية عن رجل نزل من السماء اسمه آدم، بل هو عملية طويلة بدأت من الطين إلى الخلية إلى الإنبات إلى الخروج الجماعي إلى الوعي والنبوة. وهكذا يجب أن نفهم قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فالعلماء اليوم علماء الأحياء والإنثروبولوجيا هم من يجيبون على هذا السؤال، وليس فقط الشيوخ والروايات التقليدية. تخيلوا لو قدمنا القرآن بهذه القراءة، قراءة تفتح الأفق وتربط بين النص والعلم، بين الأرض والسماء، بين الطين والإنسان. تخيلوا لو أن علماءنا فعلا عملوا بهذه الآية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هل كنا سنبقى أسرى تصورات تراثية جامدة تصور الخلق وكأن الإنسان نزل فجأة من السماء، بينما القرآن نفسه يقول بوضوح من الأرض بدأنا ومن الأرض خرجنا ومنها نبعث مرة أخرى. والسؤال الذي يفرض نفسه كيف لرجل عاش في صحراء قبل 1400 سنة لا يعرف المختبرات ولا الجينات أن يصف مراحل الخلق بهذا العمق والدقة؟ طين، حمأ مسنون، صلصال، إنبات من الأرض، خلق من ذكر وأنثى، انتشار بشري، كلها إشارات لو أحسن فهمها لتغيرت نظرتنا للوجود والقرآن والعلم معا.
والقرآن الكريم ليس ضد العلم، بل هو الذي يدفعنا لنكتشف، لنسير، لننظر كيف بدأ خلق الإنسان. هذا والله أعلم، والسلام عليكم.